بيبدأ الفيلم ببنت وهي في عربيتها، بس بيحصل انهيار في الصخور فتتقلب عربيتها وتقع من على مرتفع عالي، وبتتعلق عربيتها في الهواء من على ارتفاع كبير، وبتيجي فرقة انقاذ ليها في طيارة هليكوبتر وينزل ليها حد من فريق الانقاذ، بس بتتحرك العربية وتضغط على دراعه فينزل ليها ري قائد فريق الانقاذ ويقدر ينقذها في اخر لحظة، وينقذ برضه زميله اللي في فريق الانقاذ. وبنروح بعد كده البروفيسور لورنس وبيكون بيدي محاضرة لطلابه عن اقوى الزلازل في التاريخ وتأثيرها على الارض، ويكون بيتوقع حدوث زلزال قوي جدا في منطقة سان اندرياس في امريكا. وبعد المحاضرة بيجي واحد باحث للورنس وبيقول ان في منطقة سد هوفر حصل هزات ارضية كتير في اخر 24 ساعة، وبيكونوا بيتوقعوا حدوث زلزال كبير هناك. وبيرجع ري لبيته وبيكلم بنته وبيعزمها على العشاء، بس بتقول له انها تخرج هي وامها مع دانيال صديق امها، وبيتفق معاها انه يقابلها بكرة ويخرجوا مع بعض. وبنعرف ان ري وزوجته في طريقهم للطلاق، وبيروح لورنس وزميله لمنطقة سد هوفر، وبتكون الهزات الارضية بتزيد بشكل كبير، وبتقرا الاجهزة اللي معاهم ان في زلزال كبير هيبدأ دلوقتي. وفعلا بيحصل زلزال قوي جدا ويبدأ الناس يهربوا من على السد، وبتحصل تشققات كتير في جسم السد ويكون هينهار، وفعلا بينهار السد ويموت الباحث اللي كان مع لورنس. وبتيجي رسالة لري انه لازم يروح لمكان الزلزال علشان عمليات الانقاذ، فيروح لبنته بليك الاول ويعتذر لها انه مش هيخرج معاها بكره، وبتكون متفهمه الموقف اللي هو فيه. وبيقابل زوجته السابقه وصديقها دانيال، ويعرض دانيال على بليك انه يخرجها بكره بدل من ري، وبيبان على ري انه متضايق. وتاني يوم بتروح بليك مع دانيال اللي بيكون راجل اعمال ناجح وغني جدا لمكان شغله،